السلام عليكم، يا هلا والله بكل متابعينا الاعزاء. اليوم راح نحكي عن اقوى بطولة بالعالم، هي بطولة دوري ابطال اوروبا، وراح يرجع عنا بعد ايام قليلة، تقريبا يومين او 3 ايام. هي اول مباراة راح تبدي يوم الثلاثاء المقبل. فاليوم ويانا المحلل الكروي كرومي. طبعا كرومي هو اخوي. فراح نحكي عن تفاصيل المباريات. عندنا اول مباراة هي برشلونة واتلتيكو مدريد. بس اللعبة اللي قبلها منو فاز؟ طبعا البارحة لعبوا برشلونة واتلتيكو مدريد. فليفاندوسكي جاب الهدف الثاني وختمها بهدفين مقابل هدف لاتلتيكو مدريد. فالمباراة الجاية هم راح تكون بدوري ابطال اوروبا، هي مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد. طبعا نبدي بالحديث الأهم، هو برشلونة واتلتيكو مدريد، مواجهة إسبانية بنكهة أوروبية. زين كرومي، برشلونة هالموسم تتوقع يقدرون يكسرون دفاع سيميوني؟ اتلتيكو مدريد غثيثين تمام بالدفاع، واللعب وياهم كلش متعب، بس برشلونة همين يتعبون نفس الوقت، فراح يقدرون ان شاء الله. وبرشلونة بنسبة 70% راح يفوزون عليهم دوري ابطال اوروبا ان شاء الله. نقول بس انا يعني خايف من هاي اللعبة، لان اللعبة اللي راحت البارحة كانت يعني قوية حيل. يعني ليفاندوسكي جابها بحظ، يعني جت بكتفه ودخلت جول الثاني، نقول الله رتبه وجاب الجول. فانا اتوقع انه برشلونة راح تفوز هم 2-1 ضد اتلتيكو مدريد باللعبة الجاية. انا اقول 3-1. انا اتوقع 2-1 هم البرشلونة، نفس النتيجة مال الدوري الاسباني. نروح للمباراة اللي توقف القلب، ريال مدريد وبايرن ميونخ. صحيح يا اخي، هاي المباراة تاريخية ملكية ضد مباراة تكسير العظام. هاي المباراة قوية، يعني بايرن ميونخ وريال مدريد. هذه شنو توقعك لها كرومي؟ والله بايرن ميونخ هذا الموسم ثبت نفسه كلش، وريال مدريد فريق يكسر العظام. فريال مدريد بشخصية البطل مالته يقدر انه يكسر بايرن ميونخ ويعبر هذه المرحلة الصعبة، لأن بايرن ميونخ هذا الموسم صراحة يعني هي راح تكون بشكل عام مواجهة قوية، بس احنا دائما ويا ريال مدريد. زين، انت شنو توقعك راح تكون المباراة؟ ايش قد النتيجة راح تنتهي؟ النتيجة راح تنتهي ان شاء الله 1-0 لصالح ريال مدريد. يعني ريال مدريد راح تفوز على بايرن ميونخ 1-0، قصدك ريال مدريد راح تفوز على الباير 1-0؟ اي بالضبط. تمام. زين، ترى وعدنا مباراة قوية ايضا، ليفربول وباريس. في اخوان لا تنسون زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات حتى نستمر وياكم ونعطيكم كل مواعيد المباريات. عندنا مباريات قوية جاية بالطريق، مثل ما قلنا لكم مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد وريال مدريد وبايرن ميونخ لدوري ابطال اوروبا بالربع النهائي، على ما اظن صح؟ بربع النهائي. وعندنا لعبة ليفربول وباريس سان جيرمان، يعني مباريات دوري ابطال قادمة نارية بمعنى الكلمة، ومتعة كروية خرافية. المباراة راح تكون باريس سان جيرمان وليفربول يوم الاربعاء المقبل، وايضا برشلونة واتلتيكو مدريد يوم الاربعاء، والوقت مالهن الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت بغداد. ريال مدريد يوم تلعب؟ ريال مدريد يوم الثلاثاء هي والباير. وعندك لعبة ارسنال وسبورتنج لشبونة هم ايضا الساعة 2 يبدأ الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد. يعني من الثلاثاء للاربعاء مباريات قوية كلش. دوري ابطال 4 مباريات، يعني مبارياتين يوم الثلاثاء ومباراة 2 يوم الاربعاء. كرومي، باختصار توقعات نهائية، باختصار منو المربع الذهبي مالتك؟ المربع الذهبي مالتي هو برشلونة، ريال مدريد، وليفربول، وارسنال. هذا هو المربع الذهبي مالتي شباب. هذه توقعاتك الشخصية. حبايب قلبي، هسه وصلنا لنهاية هذا الفيديو. شكرا للكروم على تحليلك ويانا. حبيبي الله يخليك. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل ما هو جديد وعصري على قناتنا، قناة علي البصري. طبعا هي خاصة فقط بنشر اخبار الرياضة. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وفي الله. سلم عليهم وبس، مع السلامة.